من 5 سنين بدأت الشغل هنا في طيران الإمارات. اشتغلت من 2015 لحد 2020، وفي وقت الكورونا فنشت من طيران الإمارات. ربنا يعني جمعني بمراتي رنا بعد ما اتجوزنا. هي قدمت لي على فيزا الهجرة يعني. فالموضوع تخيلوا يا جماعة أخد 3 سنين عشان تطلع الفيزا. ووقتها وقت ما تقدم لي وقتها اصلا قلت بقى خلاص يعني، كنت كل شويه بستحمل شغلي هنا عشان عارف ان انا في يوم من الايام ان انا همشي من هنا رايح على امريكا يعني، وهبدا حياتي هناك ومستقبلي هناك. شويه بدا الامل والحلم ده بدا ان هو يتلاشى، وبدا ان هو خلاص افقد الامل ده، واقول لنفسي لا الموضوع شكله مطول جدا. لحد ما الحمد لله رب العالمين بعد 3 سنين جاء الميعاد، رحت عملت الانترفيو واخدت الفيزا. طبعا رايح دلوقتي على المجهول، انا مش عارف انا هعمل ايه، ودي حاجه من الحاجات اللي الواحد بيحبش ابدا يحسها، ان هو يا ترى ايه اللي هيحصل، يا ترى ايه اللي هيتم، يا ترى الايام الجايه دي مخبيه لنا ايه، محدش عارف. بس الواحد عنده ثقه في الله ان هو ان شاء الله اللي جاي كله هيكون خير باذن الله يعني. فدعواتكم. How are you? يا جماعة المسافرين 16 ساعة دلوقتي، فاضل 8 ساعات للوصول لوس أنجلوس، وأنا مقضيها نوم يعني. أنام بعدين أصحى بعدين أنام يعني. أول ما ركبنا الطيارة خدنا فطار، هما طلعتوا الأقلاعت يعني، وبعدين دلوقتي بيقدموا إيه الغدا بعد بالظبط تقريبا 8 ساعات. فعلا غريب جدا يعني. تخيلوا يا جماعه دلوقتي الساعه اصلا لما سافرت الساعه كام؟ سافرت الساعه 8 الصبح الطياره. تخيلوا انتوا مثلا ماشيين، بدل مثلا ما الدنيا تبقى ليل، لا الدنيا بتبقى صبح يعني. انت كانك بترجع بالزمن لورا. فمثلا الصبح دلوقتي الساعه دلوقتي فاضل بالظبط 5 ساعات نوصل على لوس أنجلوس. فوق البحر طبعا دلوقتي، الشمس ازاي منعكسة على سطح الطيارة. الفيلم التاني اللي بتفرج عليه دلوقتي فيلم اسمه بولت. في الرحلات اللي هي بتبقى 16 ساعة يعني، أكيد بيبقى أنت بتبقى محظوظ يكون عندك 3 كراسي جنب بعض كده، خلاص زي الفل يعني. تخيلوا بقى 16 ساعة دول لو مفيش 3 كراسي جنب بعض فاضيين، ساعتها ايه يعني؟ الواحد ولا هيعرف ينام ولا هيعرف ياخد راحته. فالحمد لله رب العالمين كان حظي حلو يعني. بيقدموا وجبتين، وجبة الفطار اول ما الطيارة على طول بتطير وتبقى خلاص في الجو يعني، بيقدموا الفطار، وبعدين بعديها بقى ب7 ساعات بيقدموا بعد كده غدا. والفطار كان حلو والغدا كان حلو برضه يعني. الفطار مفيش اختيارات، هو بيبقى بيض وباستا صوص كده غريب، كأنها صوص المكرونة يعني، وكان معاه برضو مشروم. استغربت الموضوع ده يعني. وكان فيه بقى كمان كروسون وبسكوت، شوية حاجات كده سناكس تانية يعني بسيطة. كان فيه حاجة حلوة برضو يعني، ديزرت يعني، بس معجبتنيش قوي. الغدا بقى كان زي فراخ كده معمولة بصوص كده مع خضار ورز، كان حلو، كان طعمه جميل. والديزرت كان حلو برضو عجبني. كمان كان السلطة كانت حلوة، وبرضو شوية كده سناكس كده بسيطة يعني، فحلو يعني. بصوا التلج يا جماعة،
الجو تحفه يا جماعه، بجد الجو رائع، جو برد كده. الواحد كان معيش الجو ده بقاله فتره. الحمد لله. انا دلوقتي فين؟ دلوقتي في لوس انجلوس، وصلت الحمد لله على خير، ومن هنا تبدا الرحله الحمد لله. ما كانتش متعبه قوي يعني، هم 16 ساعه. نمت شويه، حبه منهم كتيره لان انا ما كنتش نايم بقالي فتره، ما كنتش نايم اصلا اليوم كله. وبعدين شفت لي كام فيلم كده حلوين، مش حلوين. في فيلم مثلا بلاك فون ده وحش جدا، ما عجبنيش خالص. فيلم تحس كده متخلف، ما تعرفش، فيلم اصلا غريب جدا من نوعه. الفيلم التاني اللي انا شفته بتاع هاوس اوف جوتشي ده جامد. الفيلم التاني، في فيلم تاني مش فاكر الفيلم ده ولا لا. اولد ما كملتوش، نمت فيه بس. لكن بعد بقى ما نزلت بقى على خير الجوازات طبعا، عشان لسه داخل بقى الجديد يعني. رحت كده شويه كده في غرفه كده، بداوا يحققوا معايا شويه. في ناس كتيره جدا، بس هو مش بيحققوا معاك، هو اجراءات طبيعيه عشان انت داخل بقى الجديد. يسالوك شويه اسئله متعلقه بتقديمك للفيزا والامور دي كلها، وهتقعد فين والامور دي كلها. طولت شويه 3 ساعات، بس الست اللي كانت بجد الاوفيسر اللي كانت معايا كانت ظريفه جدا، وروح حلوه قوي، وحببتني في البلد يعني، والجو تحفه. فدي بشرة خير يعني، فخير ان شاء الله. ولنا مراتي جت استلقتني من المطار بعد غيبه طويله، ورحنا اكلنا في اول مطعم لينا في امريكا، كان ايلاندز بيعمل تاكوز وبرجرز، وكان طعمه حلو قوي. بس كنا لسه ساعتها ما عملناش سلسله يا سلام على اي كلام، فاحنا دلوقتي الحمد لله عملنا سلسله يا سلام على اي كلام، وغطينا مطاعم كتيره جدا في مصر، وكمان مطاعم في امريكا، وقريب جدا كمان هنكون في الامارات. فلو انتوا لسه ما شفتوش سلسله يا سلام على اي كلام، تقدروا تشوفوها في اللينك في الديسكربشن تحت على قناتنا علي ورنا. واستنوا مني فيديوهات جامده جدا الفتره الجايه عن الحياه في الغربه في امريكا والتحديات الواحد بيعيشها. فتغيروا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ولو اول مره تشوفوني هي رنا وانا علي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في مكان جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.